خلينا نكون صراحة، مش كل بنت في علاقات كتير تبقى مش كويسة، ومش كل بنت مستعجلة تبقى ضعيفة. في بنات بتبقى خايفة من كلمة لسه. هو لسه مفيش حد في حياتك؟ هو انت ناوية تكبري كده؟ الخوف ده بيخليها ترضى بحب ناقص واحترام مشروط وعلاقة كلها قلق، تستحمل برود، تستحمل اهمال واحيانا استغلال، بس علشان ما تتسابش. والاخطر ان في ناس فاهمة اللعبة وعارفة انها خايفة وعارفة انها مستعدة تضحي بنفسها علشان بس كلمة جواز، فياخدوا اللي عايزينه ويمشوا ويسيبوها تشك في نفسها. وبعد كل ده بدل ما المجتمع يسأل نفسه ليه اتوجعت، يسألها انت ليه علاقاتك كتير؟ لا يا حبيبي، المشكلة مش فيها، المشكلة في ثقافة ربطت قيمة البنت بعمرها وحالتها الاجتماعية. خلفت خوف، والخوف جاب علاقات، والعلاقات جابت صدمات، واللي مش فاهم ده يفضل يلوم الضحية. تعالي هنا واسمعي الكلمتين دول: الجواز مش انجاز، والسن مش حكم، والوحدة ارحم من علاقة بتكسرك. واخر حاجة لازم تعرفيها، اللي بيحبك بجد مش هيستغل ابدا خوفك، ولكن هيطمنك. ودايما حياة سوية مع اسلام انور، والسلام عليكم.